السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل اكله حلوه قوي. دي سيوف. طبعا السيوف دي نوع من انواع السمك. هو بيبقى طويل كده. تمام. بيبقى عليه قشرة بسيطة كده لونها فضي. المهم بتفضلي تدعكي فيه بالملح كده لحد ما القشرة دي بتطلع معاكي على طول يعني. تنظيفه سهل جدا، بشتل منه الزعانف بتاعته وبشتل راسه وابتدي اقسمه على 2 لان هو بيبقى طويل قوي. المهم بعد ما نضفت بطنه بقى والكلام ده كله نقعته بقى طبعا بالمحلول الملح بتاعه. عملت بقى الخلطة بتاعتي الجميلة ديت، توم طبعا وفلفل اخضر حراق وعادي. تمام. وكزبرة وكمون وشطة وفلفل اسمر وحبة كركم. تمام. وليمون وخل، لا ما بحطش خل في السمك. المهم بضرب ده كله بقى، اضربيه في الكبة او دقيه في الهون او كده. المهم وابتدي تتبلي بيه السمك بتاعك كويس قوي. انا هنا حطيته في بطن السمكة وبعد كده نزلت بيه برضو على السمك كله بقى وسيبته بقى في التتبيلة شوية على بال ما اعمل الرز. هنا جبت حلة وحطيت فيها حبة زيت ونزلت ببصلاية مبشورة. المهم هقلب البصلايه شويه لحد ما تديني اللون البني ده، بني فاتح شويه. المهم هنزل بقى بمعلقه من تتبيله السمك اللي انا تبلت بيها السمك، الخلطه السحريه دي بتدي للرز طعم جميل قوي. المهم وبعد كده نزلت بطماطمايه زغنططه مبشوره. بدات ان انا اشوح حاجه بسيطه كده. المهم بعدين هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، فلفل وكمون وكركم وهنزل بحبة بابريكا. تمام. ومعلقة كزبرة. وهقلب بقى كل ده كويس وبعدين هقوم نازله عليه بقى بكوبايتين ميه. هنا كنت انا بحط الكزبره وبعدين هنزل بقى بالميه بتاعتي وهسيبه بقى. اول ما الميه تغلي هكون غسلت الرز بتاعي وهستنى اما الميه تغلي وانزل بالرز بتاعي. هنا كانت الميه غلت، هنزل بالرز وهحط له بقى الملح بتاعه وهظبطه واسيبه بقى مع نفسه بقى يكمل سوا بقى مع نفسه. طبعا الرز سهل، بس هي بس حبة التركات اللي في الاول دي هي اللي بتبقى يعني كده يعني. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص بقى الرز هسيبه بقى مع نفسه وهرجع بقى للسمك. هنا كنت جبت بقى ده دقيق حط عليه معلقة كركم وحبة ملح بس، مش حط عليه حاجة اكتر من كده. المهم بقى هبتدي ان انا ابدر السمك بتاعي كده وفي نفس الوقت كنت حاطه على البوتاجاز طاسه فيها زيت بتسخن. المهم هبتدي بقى ابدر السمك كويس كده من فوق ومن تحت ومن الجناب وكده. المهم اخليه بقى يعني يتعمل بالدقيق كويس وهركن بقى اللي هعمله، هركنه كده في الصينيه اللي انتوا شايفينها دي على جنب. بس كده. وهنا بقى كنت نزلت بيه في الزيت وهبتدي بقى ان انا اقليه. طبعا انا هنا بوطي العين وبسيبه بقى مع نفسه يعني على بال ما اكون خلصت حاجات جنبيه يعني. بس حاجه سهله جدا. هنا بقى طبعا عملت طبق سلطه جنب الرز. هنا الرز بعد ما كان استوى والسمك كان خلاص اتقلى، شايفين الرز بقى لونه جميل ازاي. وطعمه تحفه على فكره، هيعجبكم. والسمك ده لذيذ جميل قوي يعني. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك على قناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.